ترند شوكولاتة دبي من ايد رون المصري. يلا نعملها سوا. جاهزين للترند يا حلوين؟ كنافة بيستاشيو شوكليت. يلا بينا. جاهزين للترند الكنافة البيستاشيو او ترند شوكولاتة دبي؟ يلا نعملها سوا باسهل طريقة واسرع طريقة مع رون المصري. يلا بينا. جبت القالب ده. اوكي. ده اللي لقيته، القالب وورق الزبدة فرخ. فدي اول حاجة هنعمل ده كده. جهزنا القالب كده اهو. يلا بقى بينا الخطوة اللي بعد كده. كده القالب جاهز اهي. جميل. حطيناه وغلفناه بورق الزبدة وكل حاجة، والارتفاع بتاعه حلو قوي. اوكي. يلا بينا نخش على الخطوة التانية، تسيح الشوكليت. يلا بينا نسيح الشوكليت سوا مع بعض ونحط اول طبقة في القالب. يلا بينا. هنجيب الشوكليت. اوكي يلا جيب. انا حبيت اعمل ميكس بين الدارك والهيزل نت او الميلك. ده البار كله. دي دارك ماركة كورونا. ده بار 150 جرام. اوكي. دي جالاكسي. هناخد برضو النص بتاعها كده. هنا الشوكليت دي كده. دي الطبقة الاولى هنحط عليها حاجة زبدة صغيرة. اوكي كده. ودي كده اول طبقة من الشوكليت حاطين عليها زبدة والشوكليت. يلا نروح نسيحها على بخار مائي. يلا بينا يلا بينا. وناخد القالب معانا سخنة. اوكي. الشوكليت كلها ساحت. هنبدأ ننزل اول طبقة من الشوكليت ونفردها بالسباتولا كده زي ما انتم شايفين. نفضل ننزل ونحاول نظبط الاطراف، واهم حاجة نقعد نرجرج كده علشان الشوكليت تبقى سبريدنج في كل بارت من اجزاء القالب. كده خلاص الطبقة الاولى جاهزة. ندخلها في الفريزر. اول طبقة الشوكليت ودخلناها في الفريزر. نخش على بقى ايه الطبقة التانية اللي هي ايه كنافة بالبيستاشيو. كنافة جايبينها طبعا من رمضان، موجودة عندنا ستوك منها. وده البيستاشيو او صوص البيستاشيو. يلا بقى نجهز بقى الخلطة دي او نجهز اللاير التانية من ترند الشوكولاتة بالكنافة بالبيستاشيو بتاعت دبي. فيلا نجهزها بقى لما الطبقة الاولى تكون جاهزة. يلا بينا نجهز الطبقة التانية. جبنا الطاسه زي ما انتم شايفين كده ونزلنا فيها الكنافه. عايزه اقول لكم يا جماعه الكنافه دي كانت ستوك عندنا من رمضان، فالحمد لله كانت مامتي مقطعاها وحطاها في الفريزر. فالكنافه كده جاهزه ومتقطعه صغنن جدا زي ما احنا محتاجين بالظبط. السمنه حاطين السمنه وعلى نار بقى ونقلب. هنا بدات تاخد اللون الجولدن ازاي يا جماعه. كده نقفل عليها بقى. قلنا بقى الايه البيستاشيو كريمه فستق سايله. دي احلى حاجه بقى، مش محتاجين نسيحها. بسم الله. شو متغرقه بيستاشيو. بصوا يا جماعه، واو. يلا بينا نروح نشوف بقى اللاير جمدت ولا لا عشان نحط عليها الكنافه بيستاشيو. يلا بينا على الخطوه التانية. القالب اهو يا جماعه جمد. هننزل عليه الكنافه البيستاشيو. ادي كنافه بيستاشيو.
وصلت الطبقة التانية. بار الكنافه بيستاشيو ترند شوكولاته دبي جاهز يا جماعه من ايد روني المصري. يلا ندخله الفريزر ونشوف النتيجه بعد كام ساعه هتطلع عامله ازاي. فستي توند. وبكده نكون جهزنا مع بعض شوكولاته دبي او شوكولاته فيكس الترند اللي مقلبه الدنيا في دبي وعلى السوشيال ميديا كلها وعلى التيك توك. نكون جهزناها سوا مع روني المصري. فاستنوا بقى كده كام ساعه بعد ما تجمد ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. هتطلع تحفه واو وتستاهل الضجه دي كلها ولا هتطلع؟ ده اللي هنعرفه بعد كام ساعة قليلة جدا جدا جدا. فستي توند وكملوا الفيديو ده للآخر وأتمنى انها تطلع جامدة جدا لأنها اتكلفت كتير جدا 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 جدا. فيلا بقى متنسوش بقى اللايكات والفولو كل حاجة عشان تعرفوا نتيجة شوكولاتة ترند دبي فيكس هتبقى عاملة ازاي لما عملتها على طريقة روني المصري. يلا بينا نشوف النتيجة. واخيرا تان 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 بار الشوكليت الترند اللي قالب التيك توك وقالب دبي شوكولاته فيكس عملناها في البيت على طريقه روني المصري. يلا بقى نطلعها سوا من القالب. يلا بينا نطلعها سوا. شايفين نطلعها بقى نطلع الجمال ده. واو جمال شكلها مغريه. يلا نطلعها من القالب. واو 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 الحلاوه دي الطعمه دي. تان 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 تان. واو جمدانو جمدانو يا اوني يا مصري. جمدانو يا اوني يا مصري. ترند شوكولاته دبي اتعمل على ايد روني المصري. ايه رايكم؟ بصوا البيستاشيو. شايفين طبقه كنافه البيستاشيو عامله ازاي؟ شايفين الكنافه البيستاشيو؟ شايفين البندق اللي انا جايبه شوكولاته بالبندق. انا عملت الترند وحطيت التاتش بتاعي. ما ينفعش روني المصري يعني تعمل اي ترند كده يا جماعه. حنا بقى ايه اللحظه المرتقبه ندوق زي ما هما كده بيدوقوها كده. يلا نقول بقى بسم الله. انتوا سمعتوا القرمشه؟ تاني. انتوا سمعتوا القرمشه؟ يا خرابي على الجمدان. انا اللي هاكل البار الحقوني حد ينقذني. تحفه 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 يا جماعه. مش عارفه اسيب البار من ايدي. رهيبه اقسم بالله رهيبه. تحفه 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 يا جماعه. تحفه بجد. معلش والنبي اخر قطمه. خطيره لا تقاوم. مش قادره. مش مجزعه. قولي لي بقى ليه مش مجزعه؟ لان انا جبت شوكولاته دارك على شوكولاته ميلك يعني فالاتنين عامله بالانس رهيب. فعشان كده يعني ايه قاعده اكل مش حاسه خالص بان هي مسكره. وحرفيا انا لو سبت نفسي هاكل البار كله. فدي كان ترند شوكولاته دبي من ايد روني المصري. عملناها سوا يا جماعه. لو فديكم ان انتوا تعملوها اعملوها. طعمها خطير. تستاهل الفلوس الكتير اللي دفع فيها. بس بجد مش خساره فيها خالص 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 خالص.
دي كانت تجربتنا النهارده للترند شوكولاته دبي. يا رب يكون الترند عجبكم، وهستنى تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتس. ولو عجبكم الفيديو ده مش تدعمونا ايه بلايك وفولو، وهستناكم ان شاء الله في ترند جديد وتجربه جديده من تجارب روني المصري وترندات روني المصري من بورسعيد. بون ابيتي. تجنن تجنن. تجربه ما لهاش كلام وما خدتش وقت خالص، وتجربه سهله جدا. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل بره الجرس. مستنيين ان انا اخلص التصوير وكده عشان ادوقهم الكنافه بيستاشيو. انا مش هدوق حد اصلا، انا ما كنتش متوقعه تطلع بالجمدان ده. انا بصوا عايزه اكل الحته اللي في النص دي. مم. 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 مش هدوق حد حاجه، دي بتاعتي خطيره. بون بيتي. سامعين القرمشه؟ هانيا هتقتلني لما تشوفني عشان عملت الترند من غيرها. معلش يا هنونو بقى، انت اللي سبتوني وعملت ترند الشوكولاته من غيرك. يلا هعمل لك واحده تانية يا هنا وتبقي معايا ان شاء الله. بون ابيتي. اديهم يا جماعه ولا اديهمش؟ قولوا لي، هستنى رايكم في الكومنتس. اديهم ولا اخبي الشوكولاته دي وتبقى من نصيبي بقى، انا اللي دافعاها يا جماعه. فاديهم ولا ما اديهمش؟ يلا بون ابيتي، جربوها وهستنى رايكم في الكومنتس.